3 مصاب. معنا الان مدير مستشفى البدرشين دكتور عمر توفيق. دكتور عمر، الوضع عندك في المستشفى ايه؟ عدد المصابين وحالات الوفيات؟ اهلا وسهلا. عندنا مصابين دلوقتي 26 حالة. 26 حالة حاليا. 29. 3 و7 تحولوا و4 حالات وفاة. مصابين 26 وحالتهم مستقرة جدا دلوقتي. طيب الوفيات يا دكتور عمر؟ الوفيات 4 وتحولوا 7. الوفيات 4 وتحولوا 7؟ يعني ايه معنى تحولوا 7 يعني؟ التوتال عندنا 33 حالة، حولنا منهم قطاع ثانية عملوا فيها جراحات عجل. طيب دكتور، يعني هنا عملنا جراحات ل4 ومحجوز حاليا في المستشفى 26 حالة. طيب دكتور، الإصابات عبارة عن ايه الإصابات اللي جت؟ إصابات جروح سطحية وجروح وكسور ربية، وتم التعامل مع كل الحالات. طيب كان بس نأكد تاني، يعني انت عارف بتقول المجموع كله 33 اللي وصل، يعني بين الوفيات والإصابات. المستشفى ايوه، و4 وفيات. 4 وفيات؟ ايوه بس. 29 حالة إصابة؟ 33 حالة إصابة و4 وفيات. طيب كان في واحد من شهود العين موجود، يعني كلمناه في مستشفى البدرشين دكتور، كان بيقول ان في نقص في الاسعافات هناك. لا كان برضو طاقم التمريض ما كانش لا الاسعافات شغاله او الاطباء. لا الاطباء، طاقم الاطباء موجود وكامل جدا، وتم استدعاء طاقم الطوارئ قبل الحالات ما تيجي واثناء توارد الحالات، وتم اسعاف كل الحالات، وجات ناس من اهالي البدرشين نفسها اطباء جم ساعدوا كمان الاطباء الموجودين. يعني هم سارعوا بانهم يساعدوا الحالات من اطباء البلد نفسها، يعني اطباء المستشفى الاول وجم ناس مساعدين من البلد نفسها. هل في حالات استلزمت ان يتم نقل دم ليها دكتور عمر؟ لا ما احتاجوش دم. ما احتاجوش دم لان عملنا اسعافهم بسرعه. طب الحالات اللي جات حضرتك دي كلها وفيات ومصابين كان كلها يعني جات عن طريق صالات الاسعاف ولا ولا في مواطنين كان نقلوا الحاجات تطوعيا؟ في بعض الحالات جات، لكن الاسعاف جات على الحالات عندنا دلوقتي عربيات اسعاف للطوارئ موجوده على الطرق يعني. والحالات اللي بتنقلوها انتوا برضو للمستشفى بالاسعاف، يعني بيبقى فيها مثلا دكتور في لازم طبعا. هل في توقعات دكتور عمر ان يبقى في حالات اصابات وفيات تجيكم ولا لا؟ في الحقيقه انا ما اعرفش الموقع فيه ايه، لكن احنا هنا مستعدين لاي حاله تيجي، سواء كانت وفاه او في اي حاجه. لكن الحدث نفسه احنا ما نعرفش عنه حاجه بصراحه. طب يا دكتور، يعني مع المجهودات دي والاطباء المتواجدين، هل مثلا نقول في بعض النقص ممكن يكون في الادويه، في اسعافات معينه ممكن احنا دلوقتي حاجات على الهواء ممكن نشهد المواطنين يعني يروحوا المستشفى يقدموا حاجات ممكن يتبرعوا بيها؟ وفي الحقيقه احنا عندنا نظام في المستشفى، في حاجه اسمه دولاب طوارئ، وهي ليه حاجه اسمه دولاب كوارث. دولاب الطوارئ بيفتح كل الحاجات اللي الستوك اللي فيه، اذا فضل الحاجات اللي فيه خلصت بنفتح دولاب الكوارث، لكن احنا لحد دلوقتي ما فتحناش دولاب الكوارث كمان. ايوه لسه ما خدناش الستوك بتاع الكوارث، احنا في دولاب الطوارئ دلوقتي لسه ما خلص. ورغم من هذا في ناس تطوعت وجابت شويه حاجات برضه مساعده من الاهالي ومن الناس الزوار. يعني في ناس جابت حاجات، بس برضه احنا ممكن نتكلم على يعني لو عندكم لكن ما استعملناهاش برضه. بقى دكتور عمر معلش برضه حضرتك يعني ممكن نتكلم على حالات، ممكن نتكلم برضه على حالات لو الحالات دي تم وضعها في غرفه العنايه المركزه مثلا، والحالات دي تحتاج الى حاجات معينه غير متواجده، يعني مش عيب ان احنا برضه نشهد المواطنين، نشهد الناس اللي عندها قدره انها ممكن تتبرع للحالات دي، ممكن نقول على الهواء مباشره يعني. والله احنا حاليا مش محتاجين حاجه، ولكن عموما احنا قلنا ناس عشان يتبرعوا بالدم، بس طبعا احنا ما عندناش التبرع ده، بيبقى في المركز القومي لنقل الدم، لو حد عايز يروح هناك يتبرع يبقى كتر خيره، عشان لو احتاجنا نستدعي ونجيب منهم على طول. لازم